هي الخطة المعمولة يعني كانت على ماشية على أكثر من محور. المحور الأولاني اللي ابتدينا بيه كنا بنحاول نرفع الروح المعنوية للضباط نتيجة الإحباط اللي حصل لهم في الفترة اللي فاتت. في محور تاني عملنا ان احنا امنا مداخل ومخارج المحافظة والطرق الرئيسية فيها بكمائن مجهزة، تجهيز على مستوى عالي، سواء اسلحة عالية، كمية نيران عالية برضو، لان طبعا الاحداث الحالية اغلبها بيبقى فيها تعامل، اضاءة، كفاءة في التعامل. ضفنا لكده برضو ان احنا مشينا على محور مهم جدا، ان احنا حاولنا نعمل تنسيق مع الجهات الاخرى غير شرطية على اساس تتوافق. البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، بنرحب بحضرتك معنا يا فندم على شاشة قناة الفراعين. سيادة اللواء، قضية هزت الرأي العام في الفترة الماضية، وهي إلقاء القبض على أحد المسجلين خطر اللي روعوا المواطنين وكانوا سبب في وجود حالة من القلق والتوتر الأمني في محافظة المنوفية خلال الفترة الماضية. إلقاء القبض على المتهم محمد الهرم وتفاصيل تلك القضية وكيف تم إلقاء القبض عليه. هو محمد الهرم اسمه محمد سعيد بحيري وشهرته محمد الهرم، وده عنده 26 سنة، عاطل ومقيم بقرية 100 برة مركز أوسنا. محمد الهرم بدأ يتخذ من فرع دمياط أحد الجزر الصغيرة جدا بؤرة إجرامية، بحيث ان هو يكون كاشف لكل المترددين عليه قبل ما يوصلوا له، وبدأ يذيع صيته في المنطقة بعدما تعدى بالأسلحة النارية على قوات شرطة كانت راحت علشان تظبطه في شهر 9 في 23/9 اللي فات. أصاب فيها أحد السادة الضباط واثنين مجندين، وكان بعد المقاومة الشرسة ديت كنا نزلنا له برضو أكتر من مرة، وفعلا كان بيقاوم بشكل عنيف. محمد عنده 7 قضايا ما بين سرقة وشروع في قتل ومقاومة سلطات ومخدرات، ومطلوب فيه 5 جنايات اللي هو كان عملهم الفترة الأخيرة. احنا بدأنا نعدله إعداد جيد جدا، وضعنا خطة مدروسة لإلقاء القبض عليه. حقيقة كانت الخطة كانت طبعا على غير المتوقع بالنسبة له، وكانت حقيقة برضو فيها مجازفة كبيرة جدا من عندنا احنا، لأن كان الفترة اللي كان بيشتغل فيها كانت فترة النهار، اللي هو فترة ما بين الساعة 12 لغاية الساعة 5، وديت اعتقد انها فترة بنبقى مكشوفين فيها جدا، يعني لما يجي ندخل عليه هو بيبقى كشفنا تماما. احنا حطينا خطتنا على اساس محاصرته، وبعد كده مداهمة الوكر بتاعه وضبطه. يوم 26 يوم ضبطناه، احنا التقينا مع ضباط الامن المركزي، كان ضباط البحث الجنائي والامن العام، وقعدنا حطينا الخطة بتاعتنا وبدأنا نتحرك في الجناين وحصرناه من الناحيتين. هو حقيقة اول ما شاف القوات بدأ يضرب مباشرة في القوات. حاولنا ان احنا طبعا ان احنا ننذره، وكنا معانا الميكروفونات بتسليم نفسه هو اللي كان الفرد الاخر اللي كان معاه، الى انه استمر في اطلاق العيار النارية قاصد اصابة الضباط والقوات. تبادلنا معاه اطلاق العيار النارية، وفضلنا في حالة تعامل اكتر من 3 ساعات متواصلين، الى ان تم انزال ابطال، مش ضباط بقى، ابطال، بطلين من الضباط الامن المركزي قطاع اللواء جمال فايق في وسنا. وحقيقة انا بقول عليهم ابطال لان الضباط دي لما نزلت في مراكب صيد اللي هي التجديف وبدون اي سواتر، وبدأوا يتحركوا في المية
ما بين الشط اللي احنا موجودين عليه، بتغطيهم كثافة نيرانية، وهم كانوا قاعدين في المركب ومعاهم واحد كان بيجدف لغاية لما وصلوا عند الهرم، وكان في واحد تاني تبين إصابة الهرم بطلقتين، والمتهم التاني كان أصيب ب أكتر من طلقة، منهم واحدة كانت في البطن وكانت حالته خطيرة. تم السيطرة عليهم في المية وإخراجهم للشط ونقلهم للمستشفى بسيارة الشرطة عشان سرعة الإسعاف، وبتفتيش طبعا الوكر اللي هم كانوا عاملينه في وسط المية. ضبطنا بندقيتين آلي ومسدس وكمية من الذخيرة و300 كيلو بانجو. الهرم تصور ان هو من اتخاذه لهذا الوكر ان هو بمنأى عن المتابعة وعن الضبط، وبدأ يوسع في نشاطه الإجرامي، إلى ان احنا بفضل الله وتوفيقه لنا قدرنا ان احنا نحجم هذا النشاط وضبطه في مكان وقفه. طبعا مش عايز اقول لحضرتك مدى سعادة المواطنين واهل المنطقة هناك، والاتصالات التليفونية والله الناس واحنا طالعين كانوا بيزغرطوا وكانوا بيشدوا على ايدينا وكانوا بيحضرونا، وكانت حاجة حقيقي انا سعدت بيها جدا، وسعدت اكتر من شعور المواطنين وهم مقابليننا بره على الشط بعد لما هم طبعا كانوا متابعين وسامعين ضرب النار. حاجة كانت مرعبة حقيقي، مرعبة. وبعدين انا برضو بقيت يعني حتة التعامل مع الاشقياء الخطيرين دي، انا ببقى طبعا خايف جدا، لان بيبقى الضرب بتاع المجرمين ده بيبقى عشوائي، فبخاف ان حد من المواطنين يصاب بطلق ناري، حد يجي له طلقه تبقى عمليه طبعا فيها صعبه جدا جدا يعني. المتهم محمد الهرم تم التحفظ عليه بعد اصابته في احد المستشفيات وبيتم علاجه. بالظبط كده، هو موجود حاليا في احدى المستشفيات وبيتم علاجه. والمتهم الثاني كان مصطفى الكيلاني اللي كان توفى اثناء نقله، وصل المستشفى جثه هامده وتم دفنه بالفعل بعد اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه. فندم تواجد امني مكثف، وقضيه كانت بتعتبر انها عادت بعض الشيء الامن والاستقرار الى محافظه المنوفيه بعد حاله الهلع والرعب اللي كان بيعيشها المواطنين. ننتقل بحضرتك الى قضيه اخرى، وهي القبض على احد مسجلين الخطر اللي تم مداهمه الوكر اللي كان بيتخذه ملاذ ليه، وتحرير احدى الرهائن اللي كانت موجوده معاه، قضيه المتهم عبد الوهاب خفاجي. هو طبعا هي دي يمكن في يوم 16/2، يعني برضه احنا ما زلنا في شهر 2، يعني كل القضيه ديت والقضيه بتاعه محمد الهرم ده في شهر 2، دي في 16/2 بتاعه عبد الوهاب خفاجي، والقضيه بتاعه الهرم كانت 26/2. هو عبد الوهاب اسمه عبد الوهاب خيري عبد الوهاب خفاجي، وده مسجل شق خطر فرض سيطره، وده سبق اتهام والحكم عليه في 14 قضيه، ومطلوب ضبط واحضاره في عدة قضايا تانية. وحقيقي هو كان عنيف وكان شرس جدا، يعني كان في حتة عنف وكان في حتة شراسة، وكان كل القضايا بتاعته كان بيستخدم فيها السلاح، وكان عنيف في استخدامه للسلاح. هي كان بدأ فعلا يعمل وكر في بلدته اللي هي عزبة النجارين تبع قرية اسمها كفر ربيع مركز تلا، ولكن احنا قدرنا ان احنا نعدله برضو خطة مدروسة مع الامن المركزي. وكان يوم 16/2 بدأنا فيه مهاجمته بعد عمل حصار. كانت وردت معلومات عن تواجده باحدى العشش داخل الزراعات، وتم عمل حصار، وبرضو ضباط البحث الجنائي وضباط الامن المركزي قاموا بمهاجمته في الوكر بتاعه، وبدأ هو باطلاق العينة النارية بكثافة ناحية القوات. تم برضو انذاره والتسليم نفسه رفض، وبدأ يضرب اكتر بالنار في مواجهة الضباط والقوات. تم اطلاق عدة عينة نارية لإخافته ومحاولة ان احنا نجبره على التوقف عن اطلاق العينة النارية، لانه برضو مفيش فايدة، برضو بدأ يطلق العينة النارية. كان معاه احدى معاوناته بنت اسمها نجلاء فتحي، ودي مسجلة نشل.
تم المبادلة الإطلاق المباشر، فأصابته إحدى الطلقتين ووقع على الأرض. تبين كان معاه سلاح ناري عبارة عن مدوية آلية برضه، وكان معاه صاعق وكهربائي ورادع شخصي من اللي هو بيستخدم في السيطرة على الضحايا بتوعه. المهم ان بعد لما خلصنا القضية او بعد لما خلصنا التعامل فوجئنا بوجود احدى السيدات، السيدة تدعى نجاة عبد الله، ودي من القاهرة، وتبين ان هو مختطف هذه السيدة منذ اكثر من اسبوع، وتم تحرير محضر في مركز كفر الزيات بخطف السيدة دي، وهي اصلا من القاهرة. تم العثور على سيارة السيدة دي في احدى الاماكن اللي هو كان بيتردد عليها في القرية، وتم سحب السيارة بتاعت السيدة المختطفة. حقيقي كان تحرير السيدة دي كان مبعث سعادة لينا بشكل غير طبيعي، كنا احنا سعداء بتحريرها اكتر من اصابة عبد الوهاب نفسه. احنا يعني الست لما احنا قابلناها حقيقي يعني انا طبعا حسيت بمعاناتها في خلال الاسبوع دوت، ومدى الايذاء البدني ان هي تعرض له من عبد الوهاب، وكان معاه مجموعة تانية تم ضبط 2 بعد كده منهم، الى ان تحرير هذه السيدة كان مبعث سعادة لفريق البحث وضباط الامن المركزي ولي انا شخصيا ولكل قياداتي. وحقيقي هي ديت اللي كانت يمكن الثمرة الكبيرة اللي احنا خدناها من العملية بتاعة عبد الوهاب خفاجي. هو طبعا احنا نقلناه بسرعة للمستشفى برضو بسيارة شرطة، لان يعني احنا يعني بسرعة بننقله بسيارات الشرطة، لان بيبقى يعني ايه بيبقى اصابة نارية وفي نزيف وفي دم وكده يعني، فاحنا ايه لسه مش هنجيب اسعاف بقى لا احنا بنتصل بالمستشفى وبنقول لهم عندنا مصاب بطلق ناري، وما بنحددش طبعا الهوية بتاعته لانه ده انسان في الاول وفي الاخر، وبعد كده بنقله احنا بعربيات الشرطة الى انه بمجرد وصوله للمستشفى حقيقي توفى. كانت البنت اللي معاه مصابة بطلق ناري في دراعها، فنقلناها للمستشفى تلا، وبعديها على مستشفى شبين، وتم علاجها واسعافها زيها زي اي حد يعني. كل الشكر لسيادتك يا فندم. وفي نهاية حديثنا مع السيد اللواء احمد ابو الفتوح مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية امن المنوفية، بنشكره كل الشكر على هذا اللقاء الممتع، وشكرا لكم اعزائنا المشاهدين.